Nice guy or not? He had the weirdest personality. He was a very funny guy. He happened to be a very intelligent man. Incredibly intelligent. Very sensitive. I'm 35 years old and I live in San Diego, California. Where are you from? I think this doesn't matter. Do you have anything to say to someone trying to start out in bodybuilding, watching you, a fan? No. Okay, well, thank you so much. تخيل معايا انك تقضي حياتك كلها بتطحن في نفسك، بتضحي بصحتك وشبابك وعقلك، بتدرس في اكبر الجامعات وبتتكلم 7 لغات، وفي الاخر الكوكب كله صنفك انك مجرد حته لحمه ضخمه. اغرب حاجه في قصه ناصر السنباطي انه ما كانش مجرد بطل بيشيل اوزان وخلاص، الراجل ده كان معجزه هندسيه متحركه وعقليه ارعبت الجميع. كان الاستاذ الجامعي ومستر اولمبي الغير متوج واول وحش يكسر حاجز ال 300 رطل من غير ما يربي كرش، وفي نفس الوقت كان الراجل اللي لسانه اشرس من عضلاته، كان بيكسب اي حد في الكلام، بيمشي في الشارع بنضاراته الطبيه كانه طالع من مكتب مش من صاله جيم. في 20 مارس 2013 العالم صحي على خبر صدم الكوكب كله، وفاة ناصر السنباطي عن عمر 47 سنه. مات في القاهره وهو نايم وساب وراه جبل من الاسئله. ايه هو اللي حصله في الايام الاخيره؟ مين هو ناصر الحقيقي اللي لسه قصته بتتقال في الجيمات؟ تعال معايا في الرحله دي نفكك السيره الذاتيه الاغرب واقوى بطل كمال اجسام عربي واوروبي مر على تاريخ اللعب. عشان تفهم ناصر لازم ترجع للبدايه، في قلب المانيا وتحديدا يوم 15 اكتوبر 1965 اتولد ناصر السنباطي، وما كانش طفل عادي، وعيلته ما كانتش عيله بسيطه في تركيبها. ابوه كان مهندس مصري مغترب وامه من البوسنه. تخيل التركيبه دي في المانيا بعد الحرب العالميه، عيله جايه من اتحاد شيوعي قديم وهاجروا لقلب اوروبا الغربيه، بيحاولوا يبنوا حياه وسط مجتمع بيصنف الناس برؤيه ضيقه. ناصر كبر في عيله من الطبقه العامله معاه اخين واختين. من صغره كان عنده قدره طبيعيه على التفكير العميق، ما كانش طفل اللي بياخد الكلام كمسلمات، كان بيحلل كل معيار حواليه. كان طفل ذكي وفضولي وصريح جدا وعنده حساسيه عاليه لاي نقد او تمييز. ناصر عاش طفولته وشبابه في صراع هويه طاحنه، انت مين يا ناصر؟ انت الماني ولا مصري ولا بوسني؟ كان محشور في النص، بيحاول يرضي توقعات 3 ثقافات مختلفه تماما، وفي نفس الوقت بيواجه العنصريه والتحيز المجتمعي في الشارع الالماني ضد الاجانب. ناصر ما كانش في خطته اطلاقا انه يبقى لاعب كمال اجسام، الموضوع ده جه معاه بالصدفه. ناصر كان بيحب كره القدم جدا، وسنه 1982 وهو عنده 17 سنه مدرب الكره بتاعه قال له رجليك ضعيفه يا ناصر، محتاج تقوي رجليك في الجيم عشان تعرف تشوط وتلعب. ناصر نزل الجيم بس عشان يقوي رجليه للكوره، وفي سنه 83 و84 كان وزنه حوالي 85 كيلو، لكن في الجيم الحديد شده. بس الغريب في ناصر الشاب انه ما كانش زي باقي الشباب اللي يشوفوا بوسترات ارنولد في الجيم فينبهروا. ناصر ما كانش عنده الهوس ده ولا بيقدس حد في الرياضه، لانهم لما سالوه بعدين عن ارنولد قال ببرود انا عمري ما اعجبت بجسم ارنولد. ارنولد رجله ضعيفه واكتافه مايله ومترهله ووسطه كبير ومش متناسق. ناصر ما كانش شايف اسطوره اللعبه كشخص يستحق الوصول اليه، كان شايفه انسان عادي فيه عيوب ويقدر يتفوق عليها. ومع الوقت صحاب ناصر في الجيم بدأوا يلاحظوا ان جسمه بياخد شكل غير طبيعي. الجينات المصريه مع العرق البوسني كانت بتعمل انفجارات عضليه. قالوا له يا ناصر انت لازم تنزل المسرح، علشان في سنه 85 قرر يختبر نفسه ودخل اول بطوله للهواه وطلع في المركز السادس. ورغم انه ما كسبش، الحكام قالوا له كلمه غيرت مسار حياته، انت عندك احسن بعضلات بطن بين كل المتسابقين الناشئين. الكلمه دي اديته جرعه ثقه ودوافع انه يكمل. علشان عند سن 22 سنه ناصر اخذ القرار المفصلي في عالم كمال الاجسام، دخل عالم المنشطات والهرمونات. ناصر ما كانش بيكتب او يداري، لما كبر وسالوه قال بكل صراحه المنشطات تطور طبيعي وامر بديهي لاي لاعب كمال اجسام محترف، دي ما كانتش بالسلاسه دي في البيت. امه كانت بتدعمه بتلقائيه، كان مهندس محترم في شركه مرسيدس، كان رافض المهزله دي تماما. ابوه كان شايف ان ده تضييع للوقت والفلوس، كان خايف جدا على مستقبل ناصر الاكاديمي، كان دايما يكرر له جمله معلمه في دماغ ناصر: يا ناصر كل ما مؤهلاتك العلميه تقل كل ما هتسيب فرصه الناس الاغبياء انهم يتحكموا فيك ويستغلوه. الجمله دي دخلت في اعماق ناصر، عشان كده ناصر ما كانش مجرد فورمه، التعليم كان خط احمر. بعد الثانويه اتسجل في جامعه اوكسبورج في المانيا سنه 85 وقعد فيها 7 سنين ونص. درس ايه؟ درس تاريخ وعلم اجتماع وعلوم سياسه، ولحد ما اتخرج كان بيتكلم 7 لغات بطلاقه، منها الالمانيه والعربيه والانجليزيه والصربيه والفرنسيه والايطاليه. تخيل معايا اليوم بتاع ناصر السنباطي في اواخر الثمانينات، يصحى الصبح يروح الجامعه يدرس علوم سياسه وتاريخ، يطلع من الجامعه يروح يشتغل شغلانات شاقه في الاجازات عشان يصرف على نفسه وعلى اكل الجيم، ويخرج من الشغل يروح يتمرن تمرين قاتل في الجيم، ويرجع البيت يمسك الكتب يذاكر لليوم التاني. كل ده وسط ظروف ماليه معدومه، مفيش اي سبونسر او راعي. وفي الوقت ده كانت المنشطات والحصول عليها في المانيا امر معقد وفيه مخاطره قانونيه كبيره. عشان في سنه 1990 وبعد ما خاض 13 بطوله للهواه، ناصر اخيرا حصل على كارت الاحتراف الدولي ونزل اول بطوله. المسابقه كانت في فنلندا وطلع في المركز الثامن. المشكله ان ناصر اتجوز في الفتره دي، بس تحويل المحترفين ما كانش معناه انه بقى غني او عايش في رغد، بالعكس كارت الاحتراف زاد
طين بله، اكل اكتر، مصاريف اكتر، ومفيش دولار واحد بيدخله. في اخر السنه ناصر سافر نيويورك عشان يشارك في البطوله، وقابل هناك الاداري والخبير جيري. بيحكي ويقول ناصر كان قاعد على الدكه بره بعد العرض، ما خدش اي مركز، فقلت له يا جيمي انت عندك امكانيات جباره. فبص له ناصر وقال له بثقه مرعبه يا جيري افتكر كلامي ده كويس، في خلال 3 سنين من النهارده انا هكون واحد من افضل المحترفين على وجه الارض. ناصر كان رايح جاي بين المانيا وامريكا، بيعاني ماليا عشان يغطي مصاريف الاكل والمكملات والهرمونات، عشان في سنه 1993 بعد 4 سنين طحن في صفوف المحترفين من غير اي نتيجه ماديه ناصر جاب اخره. ناصر قال بينه وبين نفسه لو ما تاهلتش السنه دي انا هسيب كمال الاجسام فورا وهشوف حياتي عشان السحر يحصل. لانه في سنه 93 كسب المركز الثالث في بطوله المانيا، في 94 اخذ المركز الثاني في نيويورك وتاهل رسميا للاولمبي. ولما ناصر نزل الاولمبي في سنه 94 طلع في المركز السابع، مركز محترم جدا لواحد اول مره ينزل، ده غير انه قدر يكسب ابطال كبار جدا. عشان ناصر يخرج من البطوله دي بدرس واحد، الجسم الحلو مش كفايه، مش هيقعدك على العرش ولا هيخليك تكسب ديناصورات اللعبه. وهنا جه الدور على الاب الروحي جو ويدا، اللي شاف ناصر في كاليفورنيا ولمح في عينه وكتلته امكانيات مرعبه، قرر يقدم له عقد لمده سنه. العقد ده كان طوق النجاه لناصر اللي ساب المانيا ونقل لجنوب كاليفورنيا، بدا يتفرغ 100% للحديد. ناصر كان بيحب كاليفورنيا بس كان دايما بيقرر كاليفورنيا مش هي اللي بتصنع البطل، انتقالك لمكان جديد مش هيخليك بطل، انت لازم تكون بطل اصلا في جيناتك وتمرينك. كاليفورنيا مجرد بيئه بتطورك. اللي حصل بين سنه 94 وسنه 95 في جسم ناصر السنباطي اتدرس في كتب العلوم الرياضيه، لان ناصر اللي دخل بوزن 187 رطل في خلال شهور قليله قدر ينط ل 300 رطل. التحول ما كانش تدريجي، ده كان عباره عن انفجار بركاني. عشان في سنه 95 كانت هي سنه الاكتشاف الحقيقي. ناصر نزل بطوله بكتله عضليه خرافيه، ظهر عريض زي الشارع، اكتاف زي القذائف، ورجلين مليانه تفاصيل، وكسب بطوله هيوستن برو، وبعدها كسب ليالي الابطال. لما نزل مستر اولمبي سنه 95 اكتسح الكل وطلع في المركز الثالث. كوكب كله اتصدم، مين الوحش الالماني المصري اللي طلع فجاه ده؟ والغريب ان ناصر كان عنده حس دعابه فريد وساخر في الكواليس. وفعلا ناصر اصبح النجم الابرز في سنه 96 في شيكاغو، واللي نزل بفورمه استثنائيه وجاب المركز الثالث تاني. بس الجمهور في الصاله كان شايف ان ناصر المفروض يكسب المركز الاول. بس اللي حصل بعد مسرح 96 كان كابوس. الاتحاد اعلن استبعاد ناصر السنباطي من البطوله بسبب ثبوت انه بيستخدم مضادات البول، وسحبوا منه الجايزه اللي كان فيها $35,000. ناصر اتجنن. القضيه ما كانتش في الفلوس بس، انه ناصر كشف اللعبه وقال كان في اتفاق ضمني بين الاتحاد والرياضيين ان اللي يفشل في فحص المضادات بتاع البول الاتحاد بياخد الفلوس بس بيحافظ على ترتيب ما بيفضحوش علنا. انا قلت لهم مش مهم الفلوس، انا عايز الترتيب بس. الاتحاد غدر بيا واعلن استبعادي، كل ده عشان يحموا اسماء تانية. ناصر حس انه اتلعب بيه. بالذات نفس المشكله حصلت سنه 2001 مع لاعب تاني ورجعوا له الفلوس والترتيب. من هنا بدات الحرب المفتوحه بين ناصر والاتحاد. دوريان ييتس الحامل للقب دخل البطوله دي وهو عباره عن جثه. دوريان كان معجون اصابات، قطع في عضله البايسبس، قطع طازه في الترايسبس، كان عنده تمزق في اوتار الركبه، ده غير تمزقات عضله الفخذ. راجل نازل بوسط عريض جدا، في عدم تناسق في الدراعين، جسمه مشوه بكتل غير متوازنه. الكل كان بيسال نفسه ازاي الراجل ده اتسمح له يقف ينافس اصلا. وعلى الجانب الثاني نزل ناصر السنباطي، نزل بافضل شكل في تاريخ حياته وتاريخ كمال الاجسام. ناصر كان عباره عن معجزه هندسيه، عضلات ممتلئه جدا، وسط مقفول مشدود مش مكرش، تفاصيل حاده في الصدر والاكتاف، ضخامه مرعبه من قدام ومن ورا. خبراء والمحللين لحد النهارده لما يفتحوا صور 97 بيقولوا ناصر هزمه في كل وضعيه بدون استثناء. الصدمه كانت كهرومغناطيسيه في القاعه. ناصر واقف وشه اتغير تماما، كان ممكن تشوف الحسره والذهول في عينيه. في الصاله بدا الجمهور سقف باستهجان وخبراء ذهلوا. الكل قال ناصر اتسرق عيني عينك. ناصر اتكلم بعد البطوله والدموع في عينه وقال جملته المشهوره انا كنت بعيط على المسرح ومش عايز اعيط قدام الناس، بس حسيت اني اتسرقت. كل عرق، كل تضحيه، كل ساعه في الجيم، كل شهور الدايت القاسي راحت في لحظه. كل ده عشان سياسات الاتحاد وعشان اسم ناصر السنباطي مش عاجبه. الخساره دي ما كانتش مجرد خساره بطوله، الخساره دي كسرت حاجه جوه ناصر، حاجه عمرها ما اتصلحت تاني. بعد 97 ناصر اتغير وبقى راجل تاني خالص. الروح الرياضية ماتت جواه وبقى على طول غضبان وعنده سخرية ما بترحمش حد. كان معروف ان النصر عنده لسان شرس بسبب الماجستير واللغات والنضاره اللي ما كانش بيقلعها حتى وهو بيلعب بنش يعني 200 كيلو، سموه البروفيسير. نصر ما كانش بيكره حد لمجرد الكره، وكان شايف ان الرياضة دي مليانة نفاق ومثالية كدابة، وهو الوحيد اللي عنده الجراءة اللي بيقول على الغلط انه غلط. رغم كل الجدل ده نصر استمر ينافس وكسب اكبر لقب في مسيرته لما فاز ببطولة ارنولد كلاسيك سنة 99. بس الانتصار ده جه متأخر قوي. نصر ما كانش حاسس بطعم الفرحة، شغفه كان انطفى خلاص. كان بينزل بطولات اكنه بيأدي وظيفة روتينية. سنة 2001 وهو في جولة ضيف شرف اتفاجئ بمراته، اتصل بيه وتطلب الطلاق. لما نصر رجع بيته اتفاجئ بالشرطة واقفة على الباب تقبض عليه تمنعه انه يقرب من بيته او من مراته. مراته سحبت كل الفلوس اللي في حسابه البنكي، خدت كل حاجة في البيت حتى كلبه.
وتعويض ب$70,000. كل ده خلى ناصر على الحديد، والغريب ان ناصر ما طلعش شتمها، بل طلع قال بتساعدني وهي تستاهل الفلوس دي قصاد اللي عملته معايا، كل ده عشان ما يبانش مكسور قدام الناس. وفي سنة 2003 جاله التهاب بكتيري عنقودي خطير جدا، وبسببه اتنقل للمستشفى وقعد شهور وعملت اكتر من عملية كان هيموت فيه. سنة 2006 سافر ألمانيا وعمل عمليات جراحية كتير تانية، وقعد شهرين مش قادر يتحرك وعانى من اكتئاب حاد. ناصر قال جملة توجع القلب في الفترة دي: أنا فقدت وظيفتي وبحب أتعلم كتير، بس ما عنديش مهارات اقتصادية. أمي ما خلفتنيش عشان أقف على مسرح المستر أولمبي أقعد أوري الناس عضلاتي. للأسف تطور عقلي بقى محبوس جوه الجيم. في أواخر حياته ناصر انطوى تماما وابتعد عن أضواء الإعلام واعتزل الرياضة كليا في سنة 2006 بعد ما قضى 21 سنة في المطحنة دي. في آخر سنة 2012 وسنة 2013 سافر مصر عشان يزور والده المريض ويقضي وقت معاه. وفي يوم 20 مارس 2013 ناصر السنباطي مات وهو نايم في شقته بالقاهرة وهو عنده 47 سنة بس. وفاة ناصر السنباطي كانت ولحد النهارده لغز كبير وظهر فيها 3 نظريات. النظرية الأولى بتقول الفشل العضوي وتسمم الكلى. المقربين منه قالوا إن أعضاءه الداخلية بدأت تفشل تدريجيا نتيجة عقود من استخدام الهرمونات ومضادات البول مسكنات الألم الشديدة اللي كان بياخدها للألم من ظهره. لون جسمه اتغير في أيامه الأخيرة وكان مستني زراعة الكلى في مصر، بس الوقت ما سعفوش، مات بسبب فشل كلوي. النظرية التانية بتقول هو الاكتئاب والانكسار النفسي. في ناس بتشوف ان ناصر مات بسبب الكسرة، بالذات بعد طلاقه وضياع ثروته. ناصر كان بيعاني من اكتئاب حاد وفقدان شغف للحياة، اضطر يبيع املاكه في امريكا، وكان اوقات بياخد فلوس من المعجبين عشان يقعد معاهم. كان حاسس بالخيانة من صحابه ومن الرياضة اللي افنى عمره فيها، ده غير ادمانه على المسكنات والاكتئاب والوحدة. كل ده ادى لتوقف قلبه وهو نايم. في بقى النظرية الثالثة ودي النظرية الاكثر اثارة للجدل. ناصر كان قال قبل ما يموت انه شغال على كتاب سيرة ذاتية هيكشف فيه كل الفساد والرشاوى والممارسات المشبوهة والاسماء والحكام. ناصر قال الكتاب جاي ومفيش حد في امان. اشاعات بتقول ان في شخصيات في اللعبه هي اللي خافت من الكلام ده، وان وفاه ناصر ما كانتش طبيعيه، بل ده كانوا بيسكتوه خالص عشان السر ما يخرجش بره. الكتاب اللي ناصر كان بيكتبه اختفى، مفيش حد يعرف طريقه لحد النهارده. ناصر السنباطي ما كانش ملاك، ما كانش ضحيه بريئه بنسبه 100%. ناصر اخذ قرارات فيها مخاطره مجنونه، دفع جسمه وصحته لاقصى حدود الخطر، وكان عنده لسان حاد يبعد الناس عنه. بس اكيد مش هتختصر الراجل زي ناصر في العيوب بس، يبقى انت ظلمت وظلمت قصته. ناصر كان عبقري محشور في عالم من العضلات، راجل كان يقدر يكون استاذ جامعي او سفير ورجل اعمال ناجح في اكبر الشركات العالميه، بس شغفه وفتنته بالحديد هي اللي جابته هنا. لما سالوه في لقاء قديم ليه انت في الرياضه دي، رد وقال انا مش في الرياضه عشان ابقى ملياردير، انا هنا لاني بحب الرياضه ومخلص ليها. هدفي الوحيد ان اثبت لنفسي والعالم اني واحد من الافضل على وجه الارض. ناصر مشي وسابنا نتخيل يا ترى لو كان موجود في عصر الميديا والبودكاست النهارده كان تاثيره هيبقى عامل ازاي بعقليته ولغته وسخرته الممتعه. في النهايه قصته مش مجرد قصه بطل كمال اجسام خسر بطوله، قصته هي مأساة انسانيه عن الذكاء والطموح والغدر والثمن الغالي اللي بيدفعه الانسان لما يقرر يكون استثنائي في عالم ما بيرحمش. بس كده، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا روح نام.